عادت قضية خلاف الفنانة جميلة الهوني وطليقها الممثل أمين ناجي إلى الواجهة بعد الشكاية التي تقدم بها هذا الأخير ضد طليقته بتهمية من خلالها بالسب والشتم والتشهير. ويبدو أن قضية الهوني والناجي أخذت منحى آخر غير الذي أطلع عليه جمهورهما، لا سيما بعد الشكاية التي رفعها ضدها والتي كانت وراء الاستماع لها من طرف الشرطة. وبالرغم من الجدل الذي أثارته الهوني بتصريحاتها بخصوص طليقها، إلا أن أمين ناجي التزم الصمت وسلك طريق القضاء للرد عليها، وهو ما زاد من حدة الخلاف بينهما خلال الفترة الأخيرة. ورفعت الهوني دعوى قضائية ضد طليقها بسبب المشاكل التي يعيشها ابنها، منها رفض الناجي منح طفل الإذن للتسجيل في مدرسة البعثة الفرنسية ومنعه من السفر إلى مدينة برشلونة الإسبانية. يشار إلى أن الهوني سبقا أكدت خلال حضورها ضيفة على برنامج عيادة المشاهير أنها انفصلت عن الناجي سنة 2012، حيث تمكنت بعدها من طي صفحة الماضي وعيش حياة جديدة مع شريك حياتها.